يا حبايبي المشاهد، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، نفسنا في السمك بنعشقه، والنوع اللي انا هوريه لكم دلوقتي انا مش عارفه، يعني انا في اسكندريه ليه اسم، لكن في بلاد تانية او محافظات تانية ما اعرفش هو اسمه ايه. بس هو النوع ده احنا بنحبه بنعشقه ما عدا البت ارتاج. البت ارتاج ما بتحبوش، مش عارفه ليه بصراحه يعني. هعمله لكم النهارده بقى بطريقه حلوه قوي هتعجبكم، طريقه جديده يعني اول مره اعملها في البيت هنا، ناس كتيره قالوا لي عليها. وعايزه اوريكم بس السعر بتاعه وتشوفوه كده وتقولوا انتوا بتحبوه ولا لا. ايه جايبه لكم مطلعاه لسه مطلعاه من السبت دلوقتي. انا لقيت الراجل معدي بيقول السمك. فانا ايه بصراحه نفسي راحت له، قلت اما اجيبه. طبعا الريتاج ضربت بوز بقى، وازاي وانت عارفه ان انا ما بحبوش. تبقى تاكل اي حاجه بقى. ايه يا مودي؟ ومودي تعبان مش هياكل معانا. هعمل له لسان عصفور، اعمل لك شوربه لسان عصفور. السمك ده يا جماعه عندنا طبعا انا جايباه من اللي هو مش الكبير، لان الكبير غالي. ده الكيلو منه ب60 جنيه. ده اسمه عندنا هنا في اسكندريه شخوره. تقريبا في المنصوره اسمه، لان احنا من المنصوره الاصل بتاعنا، فاسمه سوارديا على ما اظن يعني. هو عندنا اسمه شخوره، بنعشقها، ناس كتيره قوي بتحبها برضو. الكيلو من دي انا جايباه ب60، هو في السوق ب55، بس طبعا عشان معدي من قدام الباب وكده فباعه ب60 زياده 5 جنيه. طبعا انا جبت كيلو. ودي بقى الشخوره البلدي الصغيره، الكيلو عامله 25. جبت نص كيلو من دي اهي. يعني انا بقى اظن يعني مش عارفه، ما هو ملخبطه كبيره على صغيره، يعني دي بتهيألي قد ام 60 والله. 25 اهو. نحطها طبعا الكبيره، هنحطه مع الكبير. بصوا بقى، انا الفيديو ما بقاش طويل عليكم، انا هنضفه وارجع لكم تاني. هنا بقى في المطبخ، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عايزه اقول لكم ان صلوا بينا الاول على النبي يا جماعه. هنا طبعا نضفنا السمك بتاعنا، وانا كنت قايله لكم في الفيديوهات اللي قبل كده تنظيف السمك ازاي. تشيلي منه الدم، ما تخليش فيه دم خالص وانت بتنضفيه وانت بتشطفيه يعني. وبعد ما بتشيلي الدم منه وتشطفيه شطفتين 3 كده، بتحطي له بقى نقعيه في محلول فيه خل وليمون. بعد كده بقشر الليمون بتدعكيه دعكه حلوه من جوه بقشر الليمون. وبعد كده بعد ما بيتنقع في خل والليمون بتغسليه غسلتين 3 كده لغايه ما تحسي ان انت الزفاره راحت منه. صليتوا بينا بقى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. هنا طبعا دي بصلايه. بصوا انا دعكتها كده، يعني قطعتها جوانح، يعني مجنحه كده وفرقتها بايدي بحيث ان هي تبقى مفككه يعني كده. حطيت لها بقى الزيت بتاعنا، اي زيت بقى عندك، انا عندي زيت التموين. كله فيتامين. زيت التموين كله فيتامين. الزيت الازازه دلوقتي بقت ب30 جنيه، يا قلبي. المهم، خلينا بقى في اللي احنا فيه. قطعنا بطاطسايتين كده مكعبات. وهنا انا بقول لكم ان انا ضربت الطماطم معاه قرن فلفل معاه فصين توم. ده اللي انا بحب ان انا اعمله لما اجي اعمل تسبيكه، بحط فصين توم معاهم قرن فلفل حامي كده، او يعني يكون حامي نص نص. وطبعا هنا عندكم الشخوره. بصوا بقى، لما انتوا تبقى عندكم الشخوره اللي هي الصغيره، لما بتحمروها بتنشف، حطيها في طاجن احسن. يعني بعد ما تحمريها حطيها في طاجن، تبقى طعمها احلى بكتير والله العظيم. تحسي ان لحمها كده زبده كده وانتي بتاكليه بدل ما يبقى ناشف. طبعا انا هنا اهوت هقلبه، احطه على الناحيه التانية. انا احاول ان انا انشف السمك، وبعد كده هديله تقليبه تانية يعني، عشان لو حد قال لي ايه ده البتاع لسه مبيض يعني ما اتحمر، لا، ما انا هديها كمان تقليبه لغايه ما كده اسمه تنشيف. انت بتنشفيه عشان انت هتحطيه ما تطلعوش نص سوا، عشان انت هتحطيه لسه في الطاجن. لما تحطيه في الطاجن يكون ناشف، عشان لما يتحط في الطاجن هيشرب الصلصه بتاعته، ما يبقاش اللحم بقى ايه مهري منك. لازم يبقى ناشف شويه عشان يتحمل الصلصه. هنا اهوت البصله يا دوبك دبلت مني، والفلفل كمان. وهنعمل بقى ايه؟ عايزه اقول لكم البوتاجاز انا بكره لما البوتاجاز يحصل له حاجه. فانا دلوقتي يعني بعد الخلطبيطه دي كلها بعد الطبيخ لازم ادعكه دعكه حلوه. طبعا البوتاجاز اهم حاجه تحافظي على نظافته. حطينا طبعا هنا التوابل بتاعتنا
وطبعا اي توابل عندك بتحطيه. انا عندي 7 حبات زي ما انتم عارفين. والكمون اهم حاجه يا جماعه، الكمون يحب السمك قوي والسمك يحب الكمون. البطاطس بعد ما غسلناها غسله حلوه حطيناها بقى عشان ايه تستوي في قلب الصلصه. لما تبقى داخله في السويه يعني ما تبقاش نيه، لا لما تبقى يعني ايه تحسي ان هي بدات تستوي معاكي نص نص، تبقي تحطي بقى ايه السمك بتاعك وتزقيهم في الفرن الاتنين مع بعض، او توطي عليهم النار وتغطي عليهم، يعني توطي وتغطي. هنا بقى بعمل الرز بشعريه. بصوا بقى انا محمره الشعريه حلو ازاي، لونها جميل. طبعا الرز بشعريه مع السمك حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص بصراحه. يعني انا احب الرز بشعريه مع السمك. قولوا لي هتعملوا ايه في الامتحانات، عايزه اعمل لكم روتين حلو كده للامتحانات. والناس اللي عيالهم بيدرسوا ساينس زي عيالي كده، انا اقول لكم انتوا ازاي تذاكروا لعيالكم ساينس. الموضوع يعني مش صعب، الموضوع سهل جدا يعني. بصوا هنا طبعا السمكه هنا شفتوا شايفين لونه جميل ازاي. بحط بقى رصه طبعا الصغير الاول اهو، السمك الصغير اللي هو الشخوره البلدي الصغيره، حطيها وجربي، اقسم بالله زبده 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 الطريقه دي. وبعدين حلوه قوي مع البطاطس. عايزه اقول لكم ان سلفتي هي اللي قايله لي على الطريقه دي والله، وصاحبتي كمان بصراحه، يعني انا ما كنتش اعرفها، لما قالوا لي عليها وجربتها تحفه. بصي السمك بيخلص وتفضلي بقى إيه انت تاكلي سمك وتاكلي بطاطس معاه، والبطاطس كده متطعمه بطعم السمك، حاجه تانية خالص، حاجه كده فاخر من الاخر، زبد الزبد والله العظيم بجد. ومعاهم بقى تحبسي بقى بكوبايه شاي بالنعناع. الله الله الله. استنوني بكره الجمعه ان شاء الله اعمل لكم روتين بقى. اخيرا جبنا فرخه اخيرا جبنا فرخه، اعمل لكم فراخ. هتبلها من بالليل طبعا، الفراخ تتبليها من بالليل حاجه تانية خالص، تاكليها تاني يوم بقى والشوربه بتاعتها يا سلام. انا هصورها لكم من بالليل كده وانا بدبلها، بتبلها واحطها في التلاجة. تاني يوم ابتدي بقى ان انا اعمل لها بقى التست بتاعها كده وتبقى حاجة تانية خالص يعني بأمانة يعني. واعمل المحشي جنبها عشان العيال بقى عندهم امتحانات السبت، ياكلوا لقمة كده تغذيهم عشان ايه يبقى عندهم طاقة وحيوية. صح يا شهد؟ وماله شهد الفيزياء عامله معاها احلى واجب. بصوا هنا يا جماعه اختها بقت الكيمياء دلوقتي الاثنين عاملين معايا كيمياء وفيزياء. هنا يا جماعه انا غرفت لكم اهو الاطباق بتاعتي، وبالهنا والشفا على قلبكم يا رب اللي هيجرب الوصفه بتاعتي. تنسوش تدعموني باللايك وبالاشتراك، واستنوني في الفيديوهات اللي جايه هتعجبكم جدا جدا. مع الف سلامه.